تجد من بعض الشباب الطائشين المتهورين الذين لا يدركون أبعاد الأمور من قد يتطاول على بعض مشايخ وعلماء أهل السنة والجماعة ويتكلم فيهم ويطعن فيهم ويذكر أخطاءهم، وهذا منه كما سمعت هدم، والهدم سهل وميسور، وما يذكره عنهم إما أن يكون مكذوبا عند التمحيص أو يكون مغيرا أو يكون قد زيد فيه وأنقص، أو أن يكون ما ذكره صحيحا، وما ذكره صحيحا قد يكون العالم هو المصيب والمنتقد هو المخطئ، وإذا كان هو المصيب فقد يكون العالم مما يعذر بخطئه، وقد عذره العلماء، ونتكلم عن أهل السنة وليس عن أهل البدعة. وقد لا يجري هذا الحوار معه كبير طائل، لكن طالبه أن يسمي لك علماء، هؤلاء علماؤنا، هذا البناء الذي نستند إليه وهو يهدم هذا البناء، والهدم سهل، فنطالبه أن يسمي لنا رجاله وأن يسمي لنا علماء ومشايخه. وبالتالي هو بين أمرين: إما أن يسمي علماء مرضيين فيكون في واقع الأمر نحن أسعد بهم منه، وإما أن يسمي أناسا هم دون من طعن فيهم بمراحل، وحينئذ تعلم أنه ممن قال الله فيه: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هذا سعي في الهدم، والهدم أمر سهل وميسور، الانتقاد ميسر، لكن الإصلاح والبناء هو الصعب.